السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلما أعلن أو كلما اقترب موعد الزيارة المفترضة للرئيس الجزائري لفرنسا إلا وخرجت أحبائي المتابعين أصوات اليمين المتطرف من قبل، والآن اليمين المتطرف واليمين المعتدل من جحره لانتقاد السياسة التي تتعامل بها فرنسا مع الجالية الجزائرية، وآخرها اتفاقية 1968 التي تعطي للجزائريين امتيازات أكثر من غيرهم من الجاليات. كمثال، الجزائري بعد 3 سنوات من الإقامة له الحق في الحصول على لاكارت سيجور نتاع 10 سنين، والجزائري المتزوج بفرنسية عند بعد عام من الزواج عنده الحق في الحصول على البطاقة 10 سنين، وأيضا تسهيلات لأصحاب الأعمال الحرة اللي يقدروا يتحصلوا على كارت سيجور، يعني بطاقة نتاع 10 سنوات نتاع الإقامة لممارسة الأعمال الحرة. وقالوا علاش هاد الامتيازات والجاليه ما الجاليه ومشكل، يعني انه الجاليه هذه بالذات هي اللي تسب في فرنسا و وخرجت يعني مارين لو بان لأبعد من ذلك عندما قالت انه لازم الجزائريين نمنعوهم انهم يبعثوا الفلوس لبلادهم. وقال زيمور فرنسا اصبحت يعني تستوعب الفائض السكاني نتاع الجزائر. وإيريك سيوتي وصل حتى قال أن الجزائر على عكس الدول الأخرى ما تعطيش التصريحات لترحيل المهاجرين. أنا غادي نعطيكم النقاط ونقول لكم نكذب لكم كل نقطة. هما راهم يقولوا على التسهيلات اللي راهي يتحصل عليها الجزائريين، يعني في التأشيرات يعني أثبتت التقارير الأوروبية والفرنسية أن معدل التأشيرات بالنسبة للجزائريين منخفض على الدول الأخرى المغاربية، أو يكون في نفس المستوى، يعني ما كان حتى تفاضلية في التعامل اولا. ويقولوا يعني كاين تسهيلات في الغروبمون فاميليال. نتحدى اي واحد يعني تشوفوا الدوسي نتاع تونسي ولا مغربي وجزائري، شوفوا المده اللي يتخذها الملف نتاع تونسي باش يجيب الزوجه نتاعو، ولا المراه تجيب الزوج نتاعها مقارنه بالجزائري. هذه غير وتنجموا تكتبوا لي ونديروا مقارنه. والنقطة الثالثة اللي قالوا أنه الجزائر ما تقدمش تصريحات، وأنا مسؤولة على كلامي لأنني في الميدان، أن الجزائر من الدول الوحيدة أو القليلة اللي تقدم تصريحات. والأعمال الحرة شكون كان يدير فيها؟ اللي كانوا يخونوا الجزائر ويجيو يخدموا في فرنسا.